كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رأيي طوركوا يتعانوا ديوتردو إن شاء الله الحديث المرسل ورشتو شارح بوس ثم انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام على الحديث المرسل فقال صوتح ناظم ديحا وإلر ديسا والولر حديث المرسل سؤالر ومرسل منه الصحابي سقط مرسل حديث إذا شينو قح صحابي بتنا دويج تقدو يعني تابعين سو تابعيس صحابي يقح بتنا ديالي نقرنا بريمو حديث تقا إذا مرسل دبو ناظمو. فعرف المرسل بأنه سوى تعريف مرسلنا بردلاني يالي سوى إخلر الحديث الذي حديث إذا سقط من إسناده الصحابي شيء سند يقر تبوش كان يقر صحابي وحوش دول صحابي يقح بتندول يعني آلجي أن يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دالي الجنير ديتر دو إذا تابعيز مباشرة سرازو نفرمو دالي الجنير سو حديثر دو إذا بإسقاط صحابي يقحوش. إذا هر تعرف منظومة البيقونية إذا بيقوني يشو تعريفه شارح بو كذا قال رحمه الله إشت آل سويس وهذا التعريف غير جامع تلح مسهم تلوش غير جامع ياتيس مسهم تلوش ياتيس يبردليني وفيه نظر من هو تدم تبغي تردتجاه في نظر عالجي نيس تاسيس بوغدو نيس تخدر تجاها تدم تبغي تبيش بويتومن تاكل تغالط ويتجاه بوكسن أوسر في نظر إيش خلر جاها إدوالي لأننا لو تحققنا من أن الساقط من الحديث الصحابي فقط تقوى ينخيج بو حديث يقع ويسنا إذا صحابي وال فقط تلك صحابي يقع ويتنا سوى تابعين سوى ديتنا الويتنج تقيتي لكان الحديث صحيحا حديث صحيح كرمة بوت ولا إشكال في الاحتجاج به تقى إشتوج حديث احتجاجير بربليمات بود يعني دليلا إشتو الحديث دا تعاء بربليموش إشكالوش هم داتيس هندا لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول هندا صحاب مسوء تيشمي بولندين مثلا تابعي شو يقع بدنا كون توشنا صحابي ويخيش ما تاك تعا بربليم ما ياتيس مرسل حديثة ويلقعينه تعريف بيقوني سينه تعريفا ويتتوش ولا يضر الجهل بأعيان في الإسناد ما تيبوش كان قاعتير هورن أعيانا اشتبه زرخ تأرتان اشتبه زرخ تو ديش ساعة زيادات بو. والعلماء إنما صنفوا المرسل تحت أقسام الحديث الضعيف تقى ضعيف حديثا ضعيف حديث حضور تقوى حسن حديث عدال شديد عالمنا أخا مرسل حديث إذا غيل حديث نقئ دقيت نمون بو وتوقفوا في الاحتجاج به تنسدليل لا ترخى سوتا سوتناوش عند الاحتمال أن يكون التابعي الذي أرسله فقد أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا أو أكثر غير الصحابي عند أجي تجاها احتمال بو أن يكون التابعي تابعي خلر الذي أرسله تغديل يجنيرسو مرسلا نحدوشت الحديث صحابي قاوتنا خلتان بون بو استابعين تو قد أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا
شيني ديالش نيتو يقع حديث كنا تابعي يقع ويتن خلطان بوتو صحابي ووش أو أكثر يا تابعي ووش مسيد تابعي يقع ويتن خلطان بوتو غير صحابي ووش تندل بوغا هو شارح نظر فيه نظر تسن استعرف انجحا غير جامع يويس مسوى تشولوش داتسو إذا أبردلنا هون دالشي ومرسل منه الصحابي وسقط بوي مرسل حديث إذا صحابي شين يقع بيتنك دال وان إذا توشنا تو يقع بيتنك صحابي بيوت صحابي بيتغل الجمع يحديث صحيح يحديث ثاني احتجاجات عبر بليمات هون دالشي الصحابة كلهم عدود أما تو يقع بيتنك تع صحابي خلمتهاي تو يقع بيتنك تابعي خلتر له تندل مرسل حديث غير للرعي لمنا إمنا تابع يقع بترخير بعندوش تاك والتابعون فيهم الثقات وفيهم الضعفاء بوت التابعون تانوقع حديث حيث اتوجيش يشولش بيرش بوت يشمي الثقة ولش وفيهم الضعفاء تانوقع غير بيرش بو حديث علما غير بيرش بو فلذا توقف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل تندي العالم ناخر سو حديث ثاني مرسل حديث ثاني دليل تداضيز دليل تدور إذا غير لورش تندي ولذا تندي كان التعريف الصحيح للحديث المرسل تقا هنت مرسل حديث إتو بيكون سنو تعرف إذا غير جامع يعجين صحيح يتعرف منه يبوتو إذ يعون به هو ما اختاره الحافظ ابن حجر وغيره إذا ابن حجر إيو توقي خارجنا جوكز وهو إيو يتارين وتعريف إذا ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حديث مرسل مرضو ما رفعه التابعي إلى رسول الله إذا تابعي سديل يلجن تحال ديجن دو حديث توكس ديل يلجن رفع دين دو الحديث توكس سنتويس بريمو ديل يلجن غير صلى الله عليه وسلم سو حديث تك دوكس سو يقع بين الصحابي خلت إذ سبا هقوى ومرسل منه الصحابي سقط سبو ابن عجرس ما رفعه التابعي إلى رسول الله تابعين وديل الجنة حال ديقنا قدوك حديث فشين خيش سنسو حديث ريس سو يقع صحابي بتنسبو ابن عجرس سو ديل بولي نيسوي هند بصرف النظر عن عدد وأحوال الساقطين بين التابعي ورسول الله بس إذا ديل الجنة تابعين حال ديقنا إذا مرسل حديثه بصرف النظر عن عدد وأحوال الساقطين بين التابع ورسول الله بصرف النظر يعني طيب سوى يقع بيتنا جميل ولح يقع بيتن وجنيخة حول شموخ دلح طيب غير خلال اشتوخ خلال ديلي الجنية تابعين يقع بيسن بول تابعين سم مثلا خلي تروي تابعي أبو قتادة حديثي ديليلشن جنا واتز سو ديليلشن أورش خزي يديليلشن يرى الحديثك سو صلى الله عليه وسلم مثلا تابعي شو يوقع دقونا بيتسو مثلا تعشي قو تابعي بيتن خلطان بوتسو نو يوقع بيتن والتابعين باش خلاداتهم سو يوقع بيتنا ثقوش بلاح باتح وينش بويش ميل بتاع حالش موخ دلح تيرش تو يوقع بيتناش ملخ بلح يوقع وين تعويسني خيتي إذا ما رفعه التابع تيس إلى رسول ديلي الجنة صلى الله عليه وسلم حديث حالي قرصة إذا مرسل حديث تنبو وهذا تعريف جامع تعريف جامع تيس إذا بولي أب خواتي شيء مسوم شيء تشولوت شيء إذ فسواء كان الساقط صحابيا فقط أو قل الساقطون وكثروا ثقات كانوا ضعفاء شملهم هذا التعريف الجامع هيت وين وتعريفه تلوتهم بو سيقع بيتنك صحابي ولا سيقع بيتنك ازغناه ولا دقناه ولا اشتيش من برش ولا يثق ولا يغيل برش ولا
هو ينوش تعريفوش أوبشن دعشلوش بون جامع يهر هر تعريف بو أبخواته السيخ مثلا ما رفعه التابعي إلى رسول الله الأرسان قاتشن بو نتولك صحابي يقع تابعي تحقيقي يقع قوي سويت نعه ويجيش الواتسو هو تعريفه لقع ينوش تعريفه بيكونس منظومة عيالي نوتشا تعريفه توجو تلوز ومرسل منه الصحابي وسقط أجي توجو تلوز ونر صحابي يقع ويتني غيتش موينة يقع ويتولك صحابي ويغيتش موي حديثة سنتي احتجاجة مكشتو سنتي دليلات مكشتو واشترط ابن حجر شرطا آخر زاده ابن حجر قيت شيجين يتوحى في نكتي على ابن الصلاح شي نكت أول شترجين حا على ابن نكت على ابن الصلاح الجين حا قي تع أسلوبي تتوخطو قي تعبي أحكام تتوخطو لو قاعد ما رفعه التابعي إلى رسول الله قطع تتوخطو أسلوبي يهو أن يكون هذا التابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعي ديلي الجنجرة حديث خزخلي شورشواتي زال لأنه إن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الحديث مرسلا ونالج ديلي الجنجر سن حديث خزيحة حديث مرسل داتوجه بل يكون مرفوعا متصلا إذا ما متصل دورش مرفوع دورش حديثه مرفوع متصل وديتر وقد يعترض البعض تعول تون اعتراض هلتانبو تعول تون أدو حالا سقيتم هلتانبو يشت مودو على خطر هلتانبو فيقول سؤال مثلا وكيف يسمع التابعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سمعه لكان صحابيا تابعين موخز ديلي الجنجر تنخز هجمي صحابي خلو يشوات تاقل ونجدو تأتوه نرى إذ بيحكم ابن حجر شورا شي وغجين أتأتوه بول بيحكم مخا يشت خاطر قوالله سنتوبو أن يكون هذا التابعي ولم يسمع من رسول الله تويسا يتابعي خلو يشو ديلي الجنجر يحديث خزوش تاك أوتشو ألتار نمالو تاك ديلي الجنجر حديث خزق هجي تابعي مثولي صحابي مهولي بمعنى مثلا هل يمكن أن يكون الراوي تابعيا لا صحابيا وله سماع من رسول الله تاقيل ترلوش دوي ديلي الجنجر صلى الله عليه وسلم بيري داتشكا تن خزنا دولش ديلي الجنجر إداش نشا تابعي خيل ترلوش دوي صحابي ووش الجواب نعم سنجواب ها ترلوش دبو ذلك أن تعريف الصحابي ونالشي صحابي بوش جناتون أبردلاني صحابي منه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان صحابي إذا ديل إلج صلى الله عليه وسلم تحن قيت تقويزة تنت إيمان ديل نأولش إيمان دي أحدعك الله نأولش إذا صحابي هو فكيف لو لقيه غير مؤمن به إذا بوصل بقوش ديل إلج تحن قيت تاكرويز موخر دو يستاكوه وتحمل عنه حديثا سنجر ديليا تنجر تو إشا كرستوش هنا حديث حيات سهج ثم آمن بعد موته سوت أحديليا صلى الله عليه وسلم دنيا دعوات وتعبوس بنتية تسوى وحدث بهذا الحديث شا كرستوش خيز الحديث صوت حديث نسو تابعي سهوليس يكون تابعيا لا صحابيا تاقيز تابعي هو تاقيز صحابي سهول مع أنه سمع من رسول الله ونجدالي الجنجرتون خزق خيش شاحيس طيب يخو قيس عزو ولويس مثلا صحابي إذا دالي الجن صلى الله عليه وسلم تحن قيتقو تونس إيمان ديل نقولش إيمان دي أحد عقل نقولش إيمان ديل نقولش سو إيمان دي أحد عقل نقولش دالي الجن صلى الله عليه وسلم تحن قيتقوش قوء بيحكم بك تحن قيتر سنسان قيت خينا مؤمن خلر سديل يجنس إيمان دلن خلر بصوب خلر اس إيمان دل عقل خلر ديك دو مثلا ديل يجنس صلى الله عليه وسلم ما سن زامنا حين وتعستيق سنسان قيته أم إسن
ديل يلچن خبر خشت خينح سو ديل يلچن سان إيمان دلين واسريس مثلا ديل يلچن عليه الصلاة والسلام سا حديث دوش سا مثلا لامز دش يا قرآن دوش جينقصن إشي يعني جين دول هما شيء حديث مديسنيت سنستجح كوشترا يدير يلچن عليه الصلاة والسلام قال دول دشنش نسونجر إدشنش خشت خينحا استجى ديل يلچن عليه الصلاة والسلام كاتول استج كافر ور سود أحدير يلچ دنيا انتون دعوة صلى الله عليه وسلم سود أحر هوكستاق وبوصل بنت أيوسق أهينس أجيدير يلچ سنز مؤمن وش بوصل بورس عن قيتي المدات يدير يلچ دنيا انتون دعواج تأقى تابعي خليس دير يلچ سنجا جنشع سنجر خزق خيشع هون دار سنجا خيشت خيناح يقوش خيناح مؤمن سخل لنديل سنز إيمان دين سخل لنديل سندر إشتوال تابعين جو حديث دي صحة إذا قابل دير دون بو وتكون روايته متصلة مرفوعة هندال سن إذا روايته سن تيبوش كلورشون بو متصلة دير يلچنت حلويش مرفوعة مرفوع يلش متصل يلش لورشون لأن العبرة في العدالة هندال هنسي تيش ميخلر راوي إذا سن عبرة إذ كورت متصدبو اشتراط حال الأداء لا حال التحمل حال الأداء بس هو حديث ناخن دعدوش خينا حتيجح إذا عدالة تنجح خلر دويز ناخن سو حديث دعدوش خينا تيش مي خلر دويز لا حال التحمل سو حديث حيوش خينا تيش مي خلر داتيس مثلا يكافر والش خيز مداي تنج دير يلشنير يكافر والش خيش خينا إذا عادل واتيس عدالة ياتنجح كافر والش خينا أما صوت عبوسو بنت يحتسو إيش يقول حديث حدوش خيناحا شيان كيرستورش خزير ديل يلشننجر أهلا واتسو حدوش خيناح قلاونا اتسع تنقعي عدالة خلر اتسع يوز عبرت سون دين هاي مكيرستورش خزدار سون حديثة ينز مؤمن ورسو يديسر اتسع يوز بقويات وهذا حال الأداء أي بويز بيحكم تنقع عدالة خلر أما حالة التحمل تنقع دي حديث خشت خيناح تنقع عدالة خلر إذا بيحكم بعد ومن هؤلاء تحكينت إشتبولا تابعين شهدير إلى حديث خز بولش تابعين شبونا التنوخي وشول رسول هرقل إراكلي جيلنش تنوخي وشول إذوق فقد أرسله هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إراكلي سإذا تنوخي ديليش ووتشي وخي تريز ودار بينه وبين رسول الله حوار وكلام تاقا ديل إلشني تنوخيني يقح قميل خلير وتنوخي توينح كافر وكان وقتئذ كافرا سوخينح إذا ديل إلشن سوق قميل ديش خينح إراكليسي وهويتنا قميل ديش خينح كافر وريس ولم يدخل في الإسلام يبوسوا بدنيا سوينا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ديل إلش دعوال شو تحيبي سون ديل إذا تابعي لورشو ديل إلشن جنشة هوندا يقوش كينا عايزون إيمان دلين سخلن ديل وأخرج حديثه الإمامان سون حديثة استنوخي حديث شين إمام وديسة ديسنا ونزا منخش إمام أحمد أبو يعلى في مسنديهما شاشين مسند ورشتوچو جين توح مع أن المسند مختص مسند شاشين حديث دول شحك أسنا بالمتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلچنت صلى الله عليه وسلم تيبوچك حلويت هوتين يول ديل يلچنت عليه الصلاة والسلام تكاتشت حلويت شتولا سند حلويت حديث دوش دولا جين إشي دول شح سواشما تنوخي جرا حديثنك يتابعي والشه نو يتابعو ويويتنو تابع ديلي الجنجرا خز والتابعي تحقين ساشم إمام أحمد أبو يعلى سنة حديث شنجيني حديث رهودك وهو ميتو من تنستوي فدل هذا الصنيع من هذين الإمامين رحمهم الله تعالى اتاشن اتهمنو اتبلخو اتاشن اتون حديث ديسرو ويتاني يصدحونا هو إدخال الحديث التنوخي ضمن المسند إذا مسند يقدوش خلال حديث
أنهما يريان أن رواية مثل التنوخ عن رسول الله متصلة مرفوعة تاشنا أبو يعلانا أحمدنا تنوخي سنوج تابعي سنجح سندير يشنيك الحديث دي صحة إذا متصل مرفوع ضبوه تاشم. وإن لم يكن التنوخي صحابيا التنوخي صحابي تخل لحق إدياليرس نقول خينا صحابي تخل لحق سوء تحت وبوسو بدياليرس دعوات وتعبوسو بنت تيه تح سوء ديتين الاستابعي ورشحة إشت والشتابعي وديتين دول حديث أبو يعلاني أحمد نية تاشم شايشن جاين حديث رو قويت هنا يحديث متصل تاشم لورش خلر يحديث مرسل تاشم لورش سخلر. وهنا نكتة دقيقة قزحة تاع واجني إلي تاع تونكي تيدم تباهي تردو وهو أنه لا تلازم بين الوصف بالصحبة والحكم بالاتصال. لك تاع استغن هذا الصحابي وآلرنية حديث سند متصل خلرني تاش نوقع تلازم نشيئة وشهوة الشيء داتهم بوه. كما لا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع. تحقى الصحابي وات آلرنية حديث منقطع دو آلرنية اتيقح باش خلمة خلر. فقد تثبت الصحبة وتكون روايات هذا الصحابي أو بعضها عن رسول الله غير متصلة. تخيل تنبولشتون بو تعدل تثبت قد تثبت الصحبة مثلا تنستغنى إذا الصحابي وأوله تو يوتشل روايتش الصحابي تو يوتشل روايتش أو بعضها تارة تحيل روايتش عن رسول الله عليه السلام غير متصلة ديل إلتنغر تو يوتشل روايتش متصلة سوى تويز بريمويتون ديل إلتنغر خزا خيسو حيوتش ياتهم ثم مثلا موضوع كما في مرسل الصحابي دوك مرسل الصحابي منه دو إذا ابن عباس مثلا كيجي بوتا أصحاب شديتر ابن عباس وبو ديالي شنو إيلي رال ديالي شنجر خزة ابن عباس ديالي جاجين سنة صحابي ويز ابن عباس نو إتسو تعديوش لو مثلا تعبردلون حديث ديالي شنجر خزة سنة حديث سنة مرسل الصحابي وإنما احتج العلماء بمرسل الصحابي لا لأنها متصلة. تعالمنا مرسل الصحابي صحابي تو إرسالين دول حديث تو ديلي جنجر خزة دوش تو مثلا ديلي جنو ألا دوش دول حديث إسنا مرسل الصحابي اتن ثاني إنما احتج العلماء عالمنا إذ دليلا دالين تنسى احتجاجنا لا لأنها متصلة حديث متصل دوال سنين يعتساريز احتجاج توسيس ديل إلشن تنك ديل إلشن الصحابين إمنا تنين خزة أليش يعتساريز تنين خزن يوتم خاوينيز مثلا رواية حديث مثلا حديث متصل دو صحابين تنين خزة الدشتاتيس وإنما لكونها مأخوذة عن صحابي آخر عن رسول الله في الغالب وندا أجيت صحابي تو قيش صحابي تنقرد ميدوش مداتيس دقوا له تويس قيش صحابي تنقرد خزة تنز ديل يجنو صلى الله عليه وسلم سن ديل حديث دسويزة ديل يجنو آلال مثلا ابن عباس هو حديث ديستانبو ابن عباس كيجي صحابي شاخلو ديل يج عليه الصلاة والسلام سوى مكة حورش تعتليلين دورهونش مثلا ابن عباس وحديثي وين خا ابن عباس ان حديث ديل يجنجرنا بريمويتون تخزي خا وينيس سن ديل هر الصحابي
فديل يلشنو ديسنا ألا دويتش دو نتون اتصالات تويس ديل يلشنجر عليه الصلاة والسلام تون نبنا بريمو يخيز داتي تون ديل بوصو دو لقع وهو أنه لا تلازم بين وصف بالصحبة والحكم بالاتصال صحابي ورأى ألات ديل يلشنجر عليه الصلاة والسلام خيز ألات تاع متصلا حا خلال إذا إشي تلازم يرشدات عن تعنقع كصحابي ولش ديل يلشنجر نبريمو خيز دوتش ديل يلشنجر حديثي شولش دون سو حديث مودو يتردو تو كيش صحابي يتنجر خيزك مثلا ابن عباس عمر يرخز يا أبو بكر يرخز يا مثلا عيلي يرخز تحسن حكمة فكان لا حكم الاتصال لا أنها متصلة حقيقة حقيقة ابن عباس يرخز داس إنه راح اتخش سنسن حكم يحدوث هون داعي عمر يرديتشي أبو بكر يرديتشي ملوك صحابي يرديتشي صحابش كلهم عدول مسؤول الشا تيش ميبو عنقر أحديتشي حون نبسريت سنة ابن عباس مثلا نبسريت سنة ديلي يلشنغ خز دا صح مثلا عمر يرخزتون ديلي يلشنو إيلر آل عمر ودوش صح ابن عباس وبوك ديلي يلشنو إيلر آل عمر حقات سواتو شيء ديت سندل وتي ابن عباس وعمر حق سوينير التي قحولش سعى زيادات هون داعي ابن عباس ديلي يلشنغ خش سندويس في حكم الاتصال دويس حقيقة ذات صح وكذلك قد لا تثبت للراوي الصحبة نجح صحابي مثلا تاع راوينا بيريداتشكنا إذا الصحابي ولا إذا الصحبة بوشتر هما الصحابي خلر إذا قاعد تخل تعبون لأن من شرط الصحابي أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وندعج الصحابي بوشتر هما بيحك مهدومنا إديل إلشان تحنقي يتخينا خلر تنس إيمان دلن وقت لقائه به صلى الله عليه وسلم وقت لقائه به ديل إلشان تحنقي يتخينا حا بوصل بخلي بيشوز لا بعد ذلك ديل إلشان دعكالك نشولت أحتولت أحبوسو بخلر داتي سنس إم من الدين أولش سنس حنقي يتخينا إتما من تحبوسو بخلر إز بيحكم بو لكن إذا التقى به وسمع منه حال كفره أم ديل صلى الله عليه وسلم سنس حنقي يتيز تديل يتنقل حديث خزا خيزة وخيش كان حكافر وركس ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سوت عدالي عليه الصلاة والسلام دعوات جلدع إيمان دير نسو بوصو الدنيا ونيس فهو ليس صحابيا بل هو تابعي إذا صحابي لورشوات إذا مير هو تابعه لكن حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلحت ودير إيجنير إديتن دول حديث أعني أجيس ونوش تاجي منه حديثه الذي سمعه منه مباشرة ديل إلشنجرتون نبسرتنا خزدر حديث يكون متصلا غير منقطع حديث منقطع داسعون إذا من هو متصل دون إدويتش وكتابعي والشح كما تقدم مثاله ويلقح مثل مدادر تنوخيسا والله أعلم فديك هوش وقا الله سندرة هيت سيوخوي دوغا حات وبوشني زوي أويل تقيتر دوي سوى إدر هنا نكتة دقيقة بوشارحوي أجوها تونكي ممين تقزابو وهو أنه لا تلازم بين الوصف بالصحبة والحكم بالاتصال كما لا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع إدوكتن قميل هوكشين مثلا ينسو لقع دارين دون مثل تان قيدي كوي صحابي ورقا لا إمنا صحابي خلال تاني حديش بس تان متصل خلديش تاتهون تسيقا حا تلازم ياتهون يا إذا صحابي وات ألشي دا إما حديث منقطع خلديش تاتهون نقاح ينسو لقع مدادر متصل خلال ترلشتون نقاح سن تابعي ويهنسو ويتن والش تابعين شايز ولا ديال ألشي نجينا نقولش كينا حال الكفر كرسنا اللي عورش كنا تنيس سودا عواج بصو الدنيا وين هايس
ويمكنك أن تلغز به مثلا الغاز شعر وشينا آل شعر تو إسكاك زغاتك ناخن دلي شعر مثلا أقول مثلا كاك زغاتك تنقولك رجل تابعي حديث عن رسول الله متصل تابعي تاتون حديث ديالي الشنجر صلى الله عليه وسلم متصل دولي وإن خا مثلا أوبشما تابعين سودي تابعي ستيتين در حديث إذا مرسل حديث مدو وإذا كا المديتر ولا تابعي جو شاسا تابعي بيقع تبت ندلاح كتح تابعي هو هيتس مويتين وتنوخي سن مثلا ديالي جاء يقولش كان عفروس كرس كلايس ودا العواج شو تعبوسو بنتيات يستابعي لورشو إيش مثلا أقول تابعين شو ديالي تنقل حديث تيسني حديث متصل دو يمزموخ الأولي تاكنا قاع سنين تو يديتين دولا ولا قاعديتين الاستفصيل يوشتو جواب لردو تصدا يوشتونا إذا قاعدك لردوقع ومما يلغز به أيضا إيش مثلا زقاتك دار وشتو تشفدو صحابي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أقول مثلا صحابي سن حديث ديال يلشنجر مرسل دولي سويشنا مرسل لا تابعين شكرهوش مادو ولا يقبله تنقر مرسل حديث قابل ديش داسحون من يقبل مراسيل الصحابة قي الصحابة شكرا قابل ديش يحسو مرسل دول حديث رضي الله عنهم مثلا ويلاك عديتر ابن عباس ومثلا حديث ديجي ديال يلشنجر مثلا ابن عباس وانا ايقت اوجي مهلا ديال يلشنجر تنقر اتسخزي خوانيز يتعم معركة تيجح خلا يتعطوام خلا تيجح ابن عباس سخي لي خوان وابن عباس ويزديد شي ويال ما يدرس ويزديد شي فلبوا مقيش صحابي تنقر دويتش تبزال إيش طول حديث ويقوم ودش تو إذا مرسل الصحابي دورشا ولا شيء أصحاب كلهم عدول أم هر تأويش تافق صحابي تنقر ديسنا دو مرسل دو هيس ويقوم ودش تو إدرت أهور هون صدا إمنونك دو أج إيش زقات دلالي شعر والجواب تنجوك مودو محمد بن أبي بكر الصديق إذا محمد أبو بكر كانت محمد وقيس فقد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر وأيام إذا دير صلى الله عليه وسلم دنيا نشود حوالي قبط حلقي تاع دين وش قبط إيش تاع دين وش هو بخيال ده إيش دال شود دنيا نشود ليس وقد أدخله طائفة من أهل العلم في الصحابة وأحاديثه وأمثاله تعبوا تعالي من آخر إذا صحاب الشهر الرئيس وأحاديثه وأمثاله تن حديث إيش تن تفتر حديث لا هي من قبيل مراسيل كبار التابعين بقي تابعين شي دول مرسل حديث شهلورش داسون ولا من قبيل مراسيل الصحابة تحقا يسوي لقى ابن عباس سن كيتشو مثلا دي سرسن اشتر تير مرسل الصحابي لور شدات والله أعلم هذه كوش وقال الله دعك مرسل الصحابي قابل دشارة إذ قابل دشتات بوصن قرنك إذا محمد أبي بكر إذا دح على صحاب شوال إذا ابن حبان سأل ويش البخاري أبو حاتم سار إذا تابعين شالورشو أصلا رواية ياسو ديالي الجنجر صلى الله عليه وسلم يسن فالله أعلم شارح هو يشتكك الغاز شندارين هردو إذا نوقوز حوين ويشتو الله تعدوغر كورتهم داتسر كذا دوغر كورتهم داتسر مثلا مما يلغز به بوشتر إذا تحقيد لك ويمكنك أن تلغز به فتقول رجل تابعي حديث عن رسول الله متصل بوشتاقيزك باشا تواجنهم داتسيس تواجن دك ولك حيننا تفصيل فوائد بيدنش ما الفرق بين المرسل والمقطوع مرسل نية مقطوع يوقع باش خلهو
سبق أن علمنا أن الحديث المقطوع هو تكوين دعدخر وين خير دعده دولشا لك حويديس جنسا أجدو دعيه نوروش كحويديس ديس نقدويزة أن الحديث المقطوع مقطوع حديث إذخلر ما أضيف للتابعي أو من دونه من قوله أو فعله. إذا تابعي دلنك دوكس أي تابعين ألك دوكس سعيد بن المسيب سبوخ مثلا سعيد بن جبير سبوخ الآلر أو من دونه يتساب تابعين لخر وشنك دلر من قوله دوش خليليز أو فعله يتودين دون هم خليليز تابعين قر حديثك إذ مقطوع دو. أما المرسل ليس فهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما مرسل حديث إذ منو دو إذ ويدولق حيث ساتحمل ديسين دولتون تعريف مرسل حديث يرق. إذا مرسل حديث إذا تابعين إذا ديل إلشنك صلى الله عليه وسلم ديلر دو إذا ديل إلشنك عليه السلام خش سن ديل إلشنك خزقت سنقر حق سدوش يعني ألشي أن الحديث المقطوع هو من قول التابعي نفسه تحكى مقطوع حديث إذا شا تابعين وآل دقدو. أما المرسل حديثة فهو ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعين مرسل حديث إذا تابعين وقيتون ديل إلشنك عليه الصلاة والسلام ديلنك سؤال الديسنك إذ مرسل دو. مقطوع تابعين وآل لا ديسنك دو ديل إلشنك حالدقنا دوش تابعين تحاسيتك دويس. فهذا وجه الفرق بينهما. إباش خلونا مقطوعني مرسلني يقع. معنى المرسل عند أئمة المتقدمين مرسل حديث تنا بيها تنا حال دعبهن بول إمامش دو حال بول إمامش متقدمونش متأخرونش ومتقدمونش بو تان جاجح مرسل بوشون معا. اعلم ونخالح أن المحدثين قاطبة كما هو ظاهر من تصرفاتهم واستخداماتهم محدث قاطبة عجي أبشم دوك بولي بولنستو بوكسنا دوك حولح تيرا بالخشأة تير مثلا مرسل بوش تقليل درة. كثيرا ما يطلقون المرسل على دوك حولح تير مرسل ليل دعونا أي سقط وقع في الإسناد ملخ سند حتى أبريف خلج من أوله أو أثنائه أو آخره باش خلاص نشال هليلز يقع هليلز كنسة هليلز أي صحابي يقع بيتن هليلز يتابعي يقع بيتن هليلز يا تابعي يقع بيتن هليلز ملخ تار مرسل ورعون. فهو أعم من تعريف الذي ذكرناه قبله. إذا هنس إشت مرسل تار ليه در إذا بولي أعم دونه هنس ويحقين دوتشو لا. وإن كان استخدامهم له بهذا المعنى الاصطلاحي أكثر إشت يلتري إذا مرسل بوش تقليل در اس اصطلاحا قاعد دق دون بو دق ليل دون تاريس. فهم يتسامحون فيطلقون المرسل على المنقطع والمعضل. قتار دقالها يتسامحون أي مقدعون يستعج أختدعون فيطلقون المرسل مرسل تالي ودعون منقطعنا منقطع وهي معضلنا منقطع ليس المعضل ليس دو منقطعنا معضلنا ليه دعون تال خطأ إشي أدين الشي فيديو لشي حديثي أسلابي حديثي سنة نقع مرسل أولي إشتالي دعون تال. وهذا من باب الاشتراك اللفظي والتنوع في التسمية. إذا
اللفظ تلوش دو إزبو مرسل ألش منقطع يقدوش مثلا تاق تأيلرجع حرزنا من نسكلر دو إزبو، مع أن موضع السقط وعدد الساقطين في الحديث المرسل اصطلاحا يختلف عن المنقطع ويختلف عن المعضل. خاتيا إذا مرسل حديث مثلا صحابي يقع بتنقدو يتابعي يقع بتنقدو مثلا تاق هورا تعرخ اتسيبوش كان يقع ويسن ورستاق ميشاح يقع ويتن وحاجنا تأيوك شولشيحا معضل حديث شيء ميشاح زني تسيبوش كان يقع أبري وميشاح حاجنا معضل دول تاق منقطعنا تسنى أبري وميشاح يحاجنا حديث منقطع دول تاق مرسل حديث يقع ويتن صحابي ولا حيات صحابي ولا أجم صحابي ولا حام بيكون تعريفا تتوجد تاق يقع لنك تابعي ولا مرسل دو مثلا هتي إشت إدول شحا تارا نجحا أولون بويزا مرسل حديث دو منقطعنا معضلنا يقيروج. والأمثلة على هذا كثيرة اتن مثل شورتون بو إشتاري لير وشخلر تجد كثيرا منها في كتب المراسيل تاك مراسيل أورشتولش جين يشكحون إشورتون مثلا شكر وردون مثلا كمراسيل الإمام ابن أبي حاتم وأبي داود رحمهم الله تعالى. ابن أبو حاتم أبو داود تاشن جينح مراسيل ألو تاشن جينح مخلر، وتجد الأئمة يطلقون عليها وصف الإرسال وانكال وردون تارا مثلا منقطع معضل دوجانا مرسل دورش ليروش. شروط الاحتجاج بالمرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إمام شافعي مرسل حديثة شا أوبشما سلابي حديثته سنسا احتجاج يشيات ويتعيين الإسكلوشين شويتر ما تيشو سنسا لا إيش يوتشحا أوبشما تابعين جو مثلا ديالي يتشنجر تحا سو مرسل حديثة دليل لوجدات دلا إمام شافعي سا أسلوبش وهتينا أسلوبش يقع يلحا مرسل حديثاني دليلا دارو ميقدرش احتجاج سنسيا ميقدرش. ومن المعلوم أن الأصل في الحديث المرسل أنه قسم من أقسام الحديث الضعيف تحقا خوش دونا إزويسنا دونا بو حديث مرسل حديث خلر إذا غير حديثا داق وشهداق خلر فهو لا تقوم به حجة بذاته شاء الدل نستيئس مرسل حديثان دليل هوتش داتسون سنس دليلا دال تدعونيس. وقد اشترط الإمام الشافعي رحمه الله للاحتجاج به بعض الشروط. فإمام شافعي سا تعتس بيحكم شخيتنا هنا مرسل حديثا كاك دودا دالدا التي تشبه شروط تقوية الحديث الضعيف بغيره سو إدالين دول بيحكمش تربون بو غيل حديثا قيش حديث تانيش أغلوش خلالان هيتين بوش بيحكمش سنه تردون سو إذا مرسل حديثا أغدش هيتين بول بيحكم. بعض هذه الشروط يتعبوتو باحكين بول بيحكمش هيتين بول بيحكمش متعلق بذات المرسل إشاء حديث مرسلا حديث ولا تستابعي وكز مرسل اسمه فاعل. وبعض الآخر إذا مرسل هو التالدون تعدل بيحكمش مثلا تابعي تنسان ديالي تنتي حديث نون. وبعضها الآخر متعلق بما يتقوى به من عواضد أتعدل الحديث هو التالدون بما يتقوى به شيئتان مرسل حديث تأغدش دلو من عواضد يتأغدش دلو همنشت تريس حديث. أما ما كان متعلقا بالمرسل نفسه أما حديث مرسلا ديت ورشول تابعي تنتوتل دول بيحكمش فقد اشترط رحمه الله سوى بيحكم هنا أن يكون من أرسله يعني المرسل
مرسلا حديث نمك خلر من كبار التابعين بقي تابعين شا هلا من دونهم ترى الله خرق الويش واسس بقي تابعين شا الويش ويس أشول بول بيحكم أن يكون ثقة في نفسه إذا ثقة الويش وقس تو يستش يقر حديث حيويتش قال وولش ووش جارخ تحكا غيل ووش جارخ الويش وقس لا يخالف مرويات الحفاظ من الرواه تحكا حفاظ يوج تو الحديث نهدو على خلطو يجارخ الويش واسس قولوا بول بيحكم أن يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين ألا يكون معروفا يخلوي يشوات ووزن بالرواية عن الضعفاء غير تلقى الحديث دوش خلوي يشواتز والمجهولين سبوش بوش ناخير شاين حال دوش بوش بول رواج كالحديث دوش خلوي يشواتز والمجروحين شاش غير بول شان جرحين خلبول تلقى رواية دوش خلوي يشواتز تو ثقة وجنغر دوش خلوي يشواتز رواية بيولو بول بيحكم أن تصح الرواية المرسلة إليه تحقق رواية مرسلا سويوشيولا تسونغ تابعين حلقات صحيح خليشو سنت قاشتل سلتي بوشكا صحيح خليشو وأما ما كان متعلقا بما يعترض به أما شاء مرسل حديث شاج أغدش دولهم إنسان هو التل دولهما يعتضد به أجايش يتأغدش دولهم هو التل دق فيعتضد المرسل مرسل جأغض هنا بإحدى الروايات الآتية قد إحيوش رواية شخص عن رواية دوحرني وهو أقواها إذ يقرجوني جبوه أن يجيء له مسند متصل صحيح بمعناه إن لم يكن بلفظه إذا مثلا مرسل دو ديتن توتاحا إمو مثلا تابعين توبو ديلي شنو إيلي رئالة مثلا حديث تالين سوا نو إذا تابعين خون ديسنا مرسل مدو أما مرسل جأغدش مسند دولش متصل دولش صحيح دولش ديلي الجنجة دير الجنة صلى الله عليه وسلم هو التلا دولش سنتي حالدانا دولش تبوش حالكات دولش صحيح دولش دين حديث دوك هوك مرسل حديثا معن دولش إن لم يكن بلفظه توش تيرشن دشنش ساتر داتا أنه أوبشي سمس ساتر يغتير فهذا يشهد لصحته ويقويه تاك الصحيح دولش متصل دول حديث ثاني هر مرسل حديثة أغدان بو إيش أغدرنا دالدان تنساني دليل لوتهم فإن لم نجد تاك وين شوران بولنيك وين كرتديش مثلا مسند دولش مرسل دولش متصل دولش حديث كرتديك وين فيعضده أن يجيء مرسل آخر في الباب إيش أكا إسن مرسل حديث دارو جاهدير دونيس موافقا لهذا المرسل الأول وبيرو دوت مرسل حديثنا سن معن تانت عن دوش دولش بشرط أن تجتمع فيه نفس الشروط نوتع أسلوبيو وبيرو مرسل أحسننا وافتروا أيدين دوت مرسل إذا أسلوبيش خليشو لقع شافعي سيتن الأسلوبيش مرسل خليشو والتي ذكرناها قبل قليل هنس ويدقها وجه حقين دول يضاف إليها شرط آخر قطعة بيحكم بوتتوش تقع شيء مرسل ووشا كاتش إيش ووشا عادل هو إهدو ألا يكون أحد المرسلين الشنخ مرسل مثلا مرسلين شيء مرسل حديث تسع تابعي توديتين ثم مثلا خلي تروي عمر وج تابعي وج مرسل إذا عالو عمر عالي ألا يكون أحد المرسلين قد أخذ العلم عن شيوخ الثاني هو عمر خلوي شوات هنا دو عالي شيخ شكر علم حياة يتعب إبيه كم تتوتر
فلا يجتمعان في شيخ واحد. إشي ووش خيت واس هنا عن شيخ ووتشح، بمعنى ألجي مو ألا يتفق هذان المرسلان في الشيوخ. إشي خلويش واس هنا إشي مرسل تويس عمر عيري مثل داليروي اتفاق ليشات في الشيوخ تويستا هو علم حقيت ليشتات كو علم حقيت بود شيخ شكر الذين تلقوا علم عنهم تويستا شاشا علم حقيت بود شيخ شكرات حشا شيخ شكر بيش باتياشن بل لكل شيوخه مل هو رنا شيء بعدين الشيخ علم ناكل بيش بو. هو سبب اشتراط هذا الشرط بحن هدو إشارت وتر هو إذا احتمال أن يكون هذا الذي اجتمع في أخذ العلم عنه هند ألشي قزح احتمال هلون بو هكشم علم حقيقي عن سجير إنما هو صاحب تلك الرواية المرسلة أحكا حديث ديت نجاهر مرسل حديث ديت نجوي وات إذا هكشوله تو ديليتش مثلا يقع بيتن تابع يقع بشي شيخ يرى حديثنا كقوة يقع بيتن بريمو ديليتش غير حديثنا هكوا إز شيخ يقع بيتن هلترلو هكوا إز شيخ يقع بيتن هلترلو نجح سن قاشن تسع شيخ شبلا تسع علم ناخر قاشم علم حياة تأكلتنا فيعود الحديث إلى مخرج واحد لا تعدد فيه تأكشي مرسل مسؤولي تجعنا سام ديل تأكسع مرسل هول تجع تسع مخرج تاشن يوقع فيكون فكيف يتقوى بنفسه تأكشاشا جهضر وري عند ما ياتي أبوه شا مرسل حديث جهلوشتات هر كدي اندر مرسل حديث هر شولو دي اندر مرسل حديث هر مرسل دوتش والتونه شيخ بيروتون شيخ رزدين نخل بيشكو هنا ارساشن تحتر شيخ خلجي كاشيما يوقع بيتنك تع شيخ ترلوشتو تاكي تع مرسل هول شي مرسل تهول تع مرسل شا تشارلوشتات بوتو. فإن وجد هذا المرسل وتحققت فيه هذه الشروط شهد لصحة هذه الرواية المرسلة وقواها. أم نجح سنة مرسل وينكريج تنجح خل بيش وبيحكم شوينا ويتنتقي إذا صحيح دو آلا إم صحيح يجأهد الشاء يتنتصحيح يشاء دارو ميغردون دا بوتاك شورا يولا شورا دا مرسل حديث. فإن لم نجد وينكر تريج مرسل حديثة دات كتير تعبي دات مرسل شيء دات قو دات مرسل دوك نظرنا ويحوس هل أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تلك الرواية المرسلة تحكهر مرسل ورشيت رواية تن معنى صحابش فتوى يليتي حولي فإن ذلك إن وجد يشهد لصحة المرسل ويقويه نجح سن صحابش فتوى يلهله تر مرسل حديث يحدث مثل إنسان تير فتوى تعني وشي لحا تأكا إشتا مرسل لج أغلشتون تأكا أغلون إسبون تأكا تنا احتجاجات ترضون. إذا استوعبت هذه الشروط بيحكمش عين سوا بيتن وبيحكمش أحتولاتش حسن تأكيش فاعلم هون قال بارك الله فيك أن العلماء يقصدون بالاحتجاج بالمرسل تعالمنا خنا إذا مرسل احتجاج مقبوش سنهلوش تكودبو أن معنى الذي تضمنه هذا المرسل مرسل حديث وتلات دول معنى صحيح نيستويز يحتج به في الأحكام وغيرها أحكام شكح أحكام دوت شحشيتها احتجاج مكش دويز بوتر لا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ بعينه يبوغ دات عن تارة إزديالي يشن عليه الصلاة والسلام يلفظ ألا توجنا إز لفظ ألا يبوغ دات تيريس ما هو مرسل حديثان دليلات ميجا ألشي سان لوش لقى
اس مرسل حديث وثلاثة معنى صحيح دبوه سار سندين مكشتو يزبوه سار. وقد أشبع هذه المسألة بلا مزيد عليه فهر مسألة دوزي نحون دسلون بلودش أي هو مسألة حقيقة قاچن بنهون اتوهما دوتش الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. علل الترمذي الشايازن دولجين يحا ابن رجب قاچن بنهون مرسلز دليل مثلوت وشتوتو منز. وأنا أنصح وأحث تقشى سويت واتو ببجدات وبو على مطالعة مبحث المرسل. المرسل بوشتولا إبحث بهذا الكتاب إذا ابن رجبها يازن دولجينها شرح علل الترمذي شرح علل الترمذي الجين جاسوي مرسل حديث دوتش رضي الله يشأل سويت والتشابه للإلمام بأقوال أهل العلم في الباب. عالم نيخا دشنش تأكي أرحام والاختلاف فيه تعالم نيخا يوضا رزنك لأسيناء وفهم مراد الأئمة منه عالم نيخا ثم مرسل حديثة تار إزلير در تالير وجهنا عموه معنى علير وشتو تأكي أرحام علل الترمذي شرح علل الترمذي ابن رجب الزيازن ورجيني ازدي شر سويت ودش أبوتو استحى مرسل حديث عدالي استحى ويقاچن بيربو والحمد لله رب العالمين.